المكان الجبلي القريب من السعيدية، حيث الجبل المقسوم والوادي ليس مجرد موقع جغرافي، بل نقطة لقاء إنساني تتكرر مع كل مناسبة، سواء عيد أو مباراة أو حدث مهم. واليوم هو عيد الأضحى 2025، يوم من أكثر الأيام رمزية وتأثيراً. استمرار الدقيقة الأولى مع عنصر المناسبات واللقاء في عيد الأضحى. هذا الجبل وهذا الوادي وهذا الطريق الذي يبدأ في المغرب ويتنفس في الجزائر لا تراه فارغاً في أيام الفرح. في كل مناسبة، في كل مباراة، في كل لحظة يشعر فيها الناس أنهم بحاجة لأن يكونوا معاً، يأتون إلى هنا. لا حدود ترسمها السياسة تستطيع أن تمنع نبض الدم الواحد، فحين يسجل فريق هدفاً يسمع الهتاف على الجانبين، وحين يعلن العيد تشعل نار الشوق في صدور الناس، وتتحول هذه النقطة الصامتة إلى مسرح للمشاعر. اليوم هو عيد الأضحى 2025، يوم اللقاء رغم المسافات، يوم السلام رغم الأسلاك، يوم العائلة رغم الغياب. الناس يأتون من القرى المجاورة، من السعيدية، من بركان، من أحفير، ويقابلهم أناس من مرسى بن مهيدي، من تلمسان، من مغنية. كلهم يعرفون الطريق، لأن الطريق هنا ليس ترابيا فقط، بل طريق في الذاكرة، في القلب، في التاريخ المشترك. عيدك مبارك يا خويا، تصرخ بها امرأة مغربية نحو الأفق، فترد عليها أخرى جزائرية من الجهة الأخرى: عيدك مبارك، والله يجمع الشمل. فيسكت المكان لحظة كأنه يصغي للدعاء. لايك وبارطاج الخير، لايك وبارطاج الله يخليكم. اللي تخيلوا يدير لايك وبارطاج الله ينوركم. حمزة سلام، وعليكم السلام خويا حمزة. برافو فاطمة، يعزك خويا حمزة. سلام الصحة عليكم الناس المغرب، علينا وعليك خويا حمزة. انت عيد مبارك سعيد، تعيدي تشجعوا ان شاء الله كاع الأحباب والعائلة. خوا نعم خويا حمزة، خوا لأن يرث الله الأرض ومن عليها. تسليمك أخوان، الله يحفظك في رضي الله. هكا هادو هما التعليقات اللي بغينا نشوفو. خصنا التعليقات يكونوا الإنسان يعرف كيفاش يلاقى. داك السب وداك الشتم وداك الهضرات الخاوية راه عندنا ما نديرو بها حنا. طلعنا لهنا كنضحكو كنشطو كنهضرو كلمة زوينة ونشوفو الأجواء.